سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. اليوم كي كتشوفوا عندنا تتمه ديال الروتين الصباحي في الباديه اللي كنت من قبل صورته لكم، ودابا غادي نكملوا بعد ما فطرنا وسلنا الحمد لله. اللي حضرتوه معنا اخر مره في اخر فيديو. اليوم غادي تشوفوا النصف الثاني ديال النهار كيفاش كيدوز في العروبيه. تشوفوا هنايا كاين اللبن، يعني السيده قامت كتمخض هكا مخدات اللبن، ودابا راها كتصفي ديك الزبده البلديه او الزبده الطبيعيه من اللبن. وكتشوفوا تبارك الله ما شاء الله، يعني كميه يعني كثيره. وماشي غير هذا هو اللي كاين، مازال غادي تزيد تصفي، وكل مره كتخوي هكا داك اللبن كيعطيها الزبده، وكتبقى هي كتصفيها بهذه الطريقه. ودي طريقتهم انهم كيعزلوا الزبده على اللبن وكيدوزو كيغسلوها في الماء باش ما كتبقاش لاصقه فيها اللبن ولا الحليب. وكلشي طبيعي تبارك الله ما شاء الله. وللاشاره البنات، يعني هاد الزبده اللي كتدار كل نهار، يعني كناكلوها في النهار ديالها. والله يخلف عليهم. ودابا جا الدور ديال سيكوك اللي كيرافق اللبن. وما كايناش عروبيه او باديه في المغرب كيختارها هاد السيكوك اللي كتشوفوا انهم كيصايبوه بسميد القمح الكامل. هما كيجيبوا يعني كياخذوا القمح الطبيعي وكيطحنوه وكياخذوا السميد ديالو وكيديروا هكا، وحتى ديك الحمراء او النخاله حتى هي كياخذوا منها واحد جزء او واحد شويه وكيخلطوه مع سميد القمح وكيقوموا بهكا بالتكسكيس ديالو وكيحصلوا في الاخير على لا سيكوك يعني طبيعي. وكل شيء انا كنظن ان كاع الناس كيعجبهم سيكوك، وضروري ملي كيكون في اي باديه متواجد. كي كتشوفوا هما دابا بداو كينظفوا في الدجاج، كينقيو فيه بعد ما ذبحوه، يعني دجاج ديال البلاد تما طبيعي. المهم غينظفوه ويساليو باش يصايبوا او يحضروا وجبه الغداء. وحنايا غادي نخليوهم كيصايبوا الغداء وداك الشيء، وعلى ما وجد غادي نخرجوا واحد شويه للطبيعه، ومن بعد عاد نرجعوا نتغداو معاهم. وفاش مشيت لقيت هاد الناقه عاد ولدات تقريبا عندها شهر، واليوم اول نهار غادي يخرجوها هكا باش تشمش وتسارى، زعما راها نفيسه. بعد ما رجعت لقيت ان البنات الصغار كاع اللي كاينين ومنهم حتى بنتي اتفقوا وداروا طاجين هكا، صايبوا الطاجين صايبوا غداهم بوحدهم وبغاو يتغداو على برا في الطبيعه، ما غيتغداوش معنا في الدار. وخليناهم على راحتهم وخرجوا معاهم شويه اللبن وداو هكا الطاجين وخداو داك المجمر وداروا على الفاخر وغاديين يتغداو ترونكيل. ومنها يدوزوا الوقت مع بعضهم هكا ويتناقشوا ويتحدثوا بيناتهم. كتعرفوا البنات ملي كيكونوا باقين هكا في لاج ديال 10 سنين وما فوق كيبغيو هكا يتلاقاو ويتعاودوا على القرايه وعلى يعني شنو كانوا كيديروا تقريبا طيله نصف عام او عام كامل. وهكا كنخليوهم على راحتهم. وكتشوفوا هذا هو الطاجين اللي حضروا البنات، يعني روعه وغزال. ورجعت عندهم باش نصوروا نشوفوا كيفاش جا. صراحه جا غزال وجا زوين، مع انه ما كثروش فيه بزاف الحوايج. وخدوها على فكره انه البطاطا اللي طيبوا بها طاجين بطاطا طبيعيه يعني بيو، خدوها من الدار من فين كاين تما فين زارعينها. انا غادي نطلع دابا وغادي نصور لكم البلاصه اللي خداو منها البطاطا. وصراحه ما شهاوني فيه وما كرهتش نتغدى معاهم، ولكن انا باغي ناكل كسكسو بالدجاج البلدي. واللي تار الاعجاب ديالي وبغيت نتقاسموا معكم هو هاد الورده هذه اللي خارجه سبحان الله من وسط الاشواك. كتشوفوا النبته يعني راها كلها اشواك، هو ماشي كرموس، هذا هي غير نبته كتشبه الكرموس دايره على هذا الشكل هذا. كي كتشوفوا الورده اللي مخرجه سبحان الله يعني جميله جدا جدا. وبالتالي هذا يخلينا
اننا ماشي اي حاجه راها كتخوفنا ولا كدير راها خايبه، ربما الداخل ديالها كيكون احسن بكثير من المظهر اللي كتعطيه. وهذه هي البلاصه اللي قلت لكم غنوريكم. منين خداو البنات بطاطا طبيعيه يعني زارعينها عندهم تمايا. ايوا هنا هجموا عليهم البنات وخداو بطاطا وخداو الغرض وطيبوا الطاجين ديالهم بصحتهم. وبغيتكم تشوفوا حتى العسل، يعني عندهم النحل هنايا دايرين لهم في هذه البلاصه هذه كيسموه هذا كيتسمى الجباحات، خاصه بالنحل. هنا فين كيعيش النحل وهنا فين كيرعى، وخصوصا انه عنده داير به بزاف الاشجار وانواع ديال الاشجار، وهكا كيرعى من كل شجره على حده، وكيكون العسل يعني مختلف ومتنوع وزوين صراحه. وكتعرفوا العسل يعني المنافع ديالو في العلاجات لبعض الامراض يعني زوين بزاف. ونخليكم تشوفوا باقي يعني الجباحات اللي عندهم والمكان اللي كيتواجد فيه. وتفضلوا معنا نتغداو. دابا غادي ناكلوا الكسكس بالدجاج البلدي ومسقي بالحليب، الله يعطيهم الصحه. وفاش تغدينا وسالينا انا والبنات ارتئينا ان نخرجوا نمشيو هكا نتمشاو ونمشيو للغابه، وبغينا نمشيو لواحد البلاد وحده اخرى تابعه لدار جدي ونشوفوها حتى هي. ولكن اختارنا اننا ما نمشيوش من الطريق العاديه. درنا تحدي وغادي نمشيو من الغابه وغندخلوا وسط الغابه، وغادي نمشيو على شكل غادي هكا غادي نبقاو على شكل شكل عمودي. غادي نمشيو في الجبال. طبيعه يعني خلابه وزوينه. وعلاش غادي نمشيو من الطريق العاديه؟ نكسروا هكاك العاده ولا غوتين ونمشيو هكا نتمشاو في الجبال ونشوفوا الاشجار. والشجره الرئيسيه اللي كتواجد هنا في هذه الغابه هما اشجار ديال العرعار، هو اللي كيتواجد بكثره عندهم. وصراحه هي اللي كتخلي داك الجو كيبقى نقي وصافي. وكتعرفوا دور ديال العرعار على التنفس وعلى الرئتين. المهم حنا غادي نمشيو وغناخذكم معايا في واحد الجوله، ونتمنى يكون عندكم الصبر باش تتبعوا وتكملوا لا فيديو حتى الاخر. وغادي نمشيو ونوريكم هكا التضاريس ديال المنطقه والغابه كيفاش دايره وتعرفوا عليها وكانكم خارجين معنا. شوفوا البنات، واحد المشكل ماشي مشكل، هو واحد الطريفه وقعت.
هو ان بنتي تبعتني وهبطات من تما، طاح ليها التليفون ديالها اكيد تخلعات، ما عرفات واش تكمل الطريق ولا ترجع بحالها. وراها شويه الطريق تما يعني عاليه، ماشي كان انا غنقرب لكم باش تشوفوا بنتي فين هي اللي كتتحرك وتابعها ماما ومخلوعه ما عرفتش اشنو دير، واش تبقى واقفه في بلاصتها ولا تزيد. المهم طاح لها التليفون يمكن تما كتشوفوا. ها انتم راه العلو بيني وبينها كاين واد تحت داك الاشجار اللي كيبانوا لكم، وهي راه الفوق. وما بغيتش نبين بانني كنضحك حيت هي تخلعات، معليش. كتشوفوا خصها مسافه باش توصل عندنا. انا غير زوميت لكم باش تشوفوا، اما هو راه بعيد الحال. هبطوا كتشوفوا لا شديتكم بجوج، ما بغيتوش سماكم، ما رضيتوش، ما بغيناش نشدهم، كنا انا شادها. انتم البنات ولا المتتبعين، المهم انا كنقول البنات حيت مدي على البنات، واخا كنلقى بزاف الناس يقولوا لي اش كتقولي البنات والبلاصه اللي كنت قلت لكم خاصنا نخرجوا ليها راه حنا كتبان لكم راه هي بيضه لهي تما، فين كاينه البلاد ديالهم كاينه عاوتاني تما. هذا هو اللي كنت وريتكم انا فاش كنت فوق داك الجبل البارح، وكنت درت لكم منه سميتو. شوف دابا حنا كنا في الاعالي الجبال، صدقنا في الاسفل ديالو. هذا هو داك الواد اللي قلت لكم، ولكن هذا الواد ما شو سبحان الله. دابا انا نشوف هادشي من الفوق نقول يستحيل ندوز من هنايا، ورغم ذلك دايزه وانا ما خايفاش ومتمتعه وعجبني الحال. شوف باقي واحد شويه الماء هنايا، غير شي شويه، اما الماء ما كاينش بحكم الحمد لله هذا العام شويه نقص من الشتاء، ولكن مزيان على العموم. دابا حنا ما بقيناش كنبانو نهائيا، كتشوفوا مازالين غاديين شادين طريق طويله. ما بغيتش نبقى ندير لكم سميتو نطول عليكم. هذاك البلاصه اللي قلت لكم راه هي هذيك، شفتوها كتبان لكم، هي هذيك البلاصه حنا وصلنا ليها. كتشوفوا حنا خرجنا دابا شويه من الغابه، جينا للبلاد لوحدها اخرى بعيده شويه، تقريبا اكثر من كيلومتر ديال الوقت، ديال المسافه. قهرتني الشمس وحنا دابا خرجنا. هذه هي الارض اللي قلت لكم انه كيجيبوا ليها داكشي، مره كيجيبوه هنايا باش يرعى الارض الاخرى باش ما تبقاش ضيعه وما يحتكروش غير بلاصه واحده. وها نتوما حنا خرجنا، هاد البلاصه كتسمى الواد. يلا بعدي باش تدي البير، هاي تدي زوكا هذاك سوي بير مروه. صافي انا بديت كنفيلمي ماشي مشكل. مروه اجي ساعات اجي يا مروه.
وكي كتشوفوا يعني المناظر خلابه في الطبيعه زوينه. عندهم هاد شكل قنطره ولا غير مصيبينها غير بيديهم هكا باش يدوزوا يقطعوا داك الواد، حيت ملي كيكون وقت ديال الشتاء وكيكون هكا الامطار غزيره وكتكون حتى الماء كتير بزاف، هاد الواد كيعمر وبالتالي ما غيصيبوش كيفاش يدوزوا ويقطعوا الطريق. وداروا هادوك من الخشب او من الاشجار باش يكون على شكل قنطره كيقطعوا بها الطريق. ملي كتشوفوا البنات هما معايا هما باغيين يتصوروا ويتناقشوا داوين. صراحه الطبيعه زوينه والله، وما سخيناش وصافي قرب الوقت الرجوع، دابا غادي نرجعوا الدخول المدرسي. وبغيتكم تشوفوا المنظر من اعلى الهضبه، من واحد البلاصه اللي عاليه، وتشوفوا الطريق اللي كنا مشيناها والمسافه اللي مشينا على رجلينا حتى المكان الاخر اللي وريناكم من قبل وصورناه. كي كتشوفوا يعني راه الطريق كانت طويله وطلعنا الفوق وكانت الريح بزاف بزاف. هذا علاش حاولت ما نخليش الصوت الحقيقي ديال لا فيديو، لانه ما غتسمعوا والو، لانه حنا كنا طلعنا في واحد الجهه اللي عاليه بزاف والريح ما خلاتناش حتى نوقفوا حتى مزيان. كي كتشوفوا راه هي المنطقه هكا كامله جات على هذا الشكل هذا، دايره بالجبال وعندها المنبسطات كاينين لتحت وكاين الطريق منين كيدوزوا. صراحه هاد فهاد اللحظه هذه حنا كنتوادعوا مع الطبيعه، والعطله ديالنا راه سالات وما سخيناش بيهم وحتى هما ما سخوش بينا صراحه. وهكا كتجي فرصه كل عام ولا كل يعني وقت راه كنجيو نجدوا العلاقه مع الاهل والاحباب، وكنتمتعوا كذلك وكنفوجوا على نفوسنا. وكنوصيكم من هذا المنبر البنات والناس وكل شيء انكم ما تفرطوش في صله الرحم، وجدوا علاقات ديالكم مع بعضكم ومع الاهل والاقارب والجيران والاصحاب والكل، لان صله الرحم فيها واحد الاجر كبير كبير بزاف. كلكم عارفين هذه القضيه وكلنا عارفينها، ولكن للاسف هذه التكنولوجيا اللي ولات دابا نقصات شويه من العلاقات، وحدات شويه من التواصل يعني. كنطلب من الجميع خصوصا في هذا الشهر نتفكروا بعضنا بزياره ولو تكون غير مثلا ساعه ولا نص ساعه، المهم ما نبخلوش. وكنقول لكم ما سخيناش وتوادعنا معاهم بالدموع والله العظيم الا خليناهم كيبكيو وتحنا هكاك، حنا ما سخيناش وهما ما سخوش. ان شاء الله العام الجاي ولا اقرب فرصه ممكنه ونخليكم مع صور ديال الطبيعه وبسلامه. نتلاقاو ان شاء الله في فيديوهات اللي غادي يكون فيهم سلسلات ديال تحضيرات شهر رمضان، ونرجعوا للروتين العادي اليومي ديالنا كيف ما كان. السلام عليكم.